صباح الخير مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا فيكم. اليوم فقره خاصه شوي لانه رح تكون برا الاستوديو. بوجه تحيه كتير كبيره للزملاء جوا الاستوديو، عن جد لكم وحشه كتير كبيره، لكم فراغ كتير كبير، وبحب رحب مره ثانيه بكل المشاهدين الكرام وزملائي هون بالبيت. بوجه تحيه كمان للمشرفين على ديكور تبع هذا البيت واللي لهم فضل كتير كبير علي، صديقتي مدام ليلى وصديقي الاستاذ حكيم. نهاية بهالترحيبات اللي دخلنا فيها بحب بلش فقرتنا لليوم، وبتمنى مثل كل مرة تكون هيك خفيفة ويكون في لها ذكرى حلوة لإلكم، أو بأحرى تذكير لإلي وإلكم بكل أصول الإتيكيت اللي نحن بنعرف إنه هي شيء لا يتجزأ من ديننا وأخلاقنا وسلوكنا. اليوم حبيت ادخل بموضوع كتير مهم الا وهو الضيافه، ومن هالناحيه استضفت زملائي هون بالبيت اللي وجه لهم تحيه، بقول لهم الله يعطيكم العافيه اللي موجودين هون معي بالبيت، اللي عم نصور انا وياهم هيدا الفقره اللي ان شاء الله بتكون وصلتكم او رح توصلكم بطريقه حلوه. تحيه كتير كبيره للميك اب ارتست الاستاذه سعاد اللي لها فضل كتير كبير على الطريقه اللي نحن بنطلع فيها كلياتنا بصباح الشروق. صديقي العزيز المليء بالثقافة العامة واللي فعلا كان واقف معي بكل هالفترة اللي كنت معه بصباح الشروق، الأستاذ محمد موفق. أنا كتير بستمتع بفقرته وبوجه له تحية الكبيرة وبتمنى له نجاح. طبعا أخص بالذكر الأستاذ حسين رئيس التحرير، التوأم الجميلتين الوردتين سارة وسعاد، وطبعا زميلي الأستاذ لطفي، وكمان مش رح أنسى صديقي العزيز زينو اللي هو مشرف تقني هون معنا موجود بالبيت. لكن زملائي أعزائي والمشاهدين جميعا ندخل مباشرة بالفقرة. مثل ما بتعرفوا، مثل ما حكينا بفترة الصيف، طبعا هو فصل العطل قبل ما نرجع على المدارس، قبل ما نرجع على شغلنا، وسبق وحكينا بشهر رمضان الفضيل عن الزيارات اللي بتصير كتير، وبعد رمضان كيف بيكون أجواءنا واستقبالاتنا لفصل الصيف. طبعا هلا رح نحكي على الموضوع اللي لما يجينا ضيوف على البيت بحب رحب بضيوفي الموجودين هون معي بالبيت، بقول لهم اهلا وسهلا نورتوني. بالنسبه للضيافه يعني تنحكي فيها بشكل عام، الضيافه انك انت تستقبل حدا عندك بالبيت جاي يغير جو، جاي بحاجه لك انه يحكي معك بطريقه مباشره عن شيء معين، زياره عائليه، صداقه او اخوه. فلذلك سواء انت ضيف او مستضيف لازم تأمن الاجواء الحلوه اللي عندك اياها بالبيت، ومثل ما سبق وحكينا انه دايما يكون لساننا حلو، وتكون طريقة استقبالنا للضيف طريقة كتير منيحة ومرحبة، ما فينا نبين أي شيء نحن مش طايقينه للضيف، حتى لو كان في شيء مضايقة، لو في أمر حساس مش حلو كتير إنه هذا الشيء بين عندكم بالبيت. لما يجي الضيف لازم له الدور والأولوية إنه يحس حاله إنه مثل ما نقول ملك متوج جاي على هالبيت، يحس إنه مستقبل بطريقة مرتبة، بطريقة بتليق مقداره. أي حساسيات بنحاول نصفيها على التليفون أو برا البيت. هلا بدي ادخل بموضوع كتير مهم، وهو الموضوع اللي ان شاء الله رح نتطرق له، اللي هو الاعراس والاتيكيت اللي بتخصه. لكن حبيت ادخل بموضوع العروس الجديده اللي بتكون ببيتها وبدها تعزم ناس لعندها، فبعض القواعد والاسس اللي لازم نتعرف عليها سوا عشان يكون استقبالنا للضيوف او عنا عزومه معينه تكون بطريقه صح وبطريقه رسميه. وان شاء الله ومثل ما دايما تعودنا انه هيدي المعلومات تكون هيك سلسة ومفيدة إلنا وإلكم. كتير مهم إنه العروس لما تاخد بعين الاعتبار، أو المتزوجة جديدا اللي فتحت بيتها جديد تاخد بعين الاعتبار إنه بدها تعمل عزومة. طبعا هي شيء بالنسبة إلها جديد هيدا الموضوع، مين بدها تعزم، كيف بدها تعزم، شو هي الطريقة اللبقة للعزومة. إن شاء الله بهالفقرة رح نتطرق لهالأمور بطريقة مش مفصلة بس بطريقة سريعة، وطبعا إذا في أي أسئلة ممكن نتواصل مع بعض عبر صفحة صباح الشروق. وطبعا نرجع بنوجه تحية كتير كبيرة لفريق العمل جوا الاستوديو. كتير مهم سيدتي الفضيلة انه لما تعملي عزومة تعرفي الكمية او العدد من الاشخاص اللي انت رح تعزميهم عشان تشوفي اذا بيتك بيساع للكل ولا لا.
كتير مهم انه تفكري براحة ضيفك قبل ما تفكري براحتك. ممكن كتير انه تاخدي بعين الاعتبار او تقولي انه انا بدي اخلص من العزومة، ولكن هيدا شيء غلط. بدك العزومة لما يجوا لعندك ناس ياخدوا راحتهم ويكونوا مرتاحين بالبيت، فتأكدي تماما انه قبل ما تقومي بالعزومة تعرفي الكمية الاشخاص اللي جايين لعندك على البيت، ويكون البيت متسع ومتاح لهدول الاشخاص، والا لازم تقسمي العزومة على كذا شخص. هيدا مثل ما بنقول فرد اجتماعي ولازم نقوم فيه. مثل ما بنعرف العزايم بتدور حسب ترتيب الأشخاص بحياتنا، للكل له أهمية وله دور أساسي وفعال بحياتنا، لكن الأهل بيجوا بالمرتبة الأولى. فطبعا لازم تاخدي بعين الاعتبار هيدا الشيء، إنه أهلك ينعزموا، أهل جوزك، الأقرباء المقربين. فمن هالمنطلق لحتى نحط الدعوة أو نشوف مين بده يشرفنا لعنا على البيت. كتير مهم انه نبلغ المعزومين على وقت العزيمة قبل بوقت، حتى كمان نعطيهم وقت لهم لحتى يعرفوا امتى كيف بدهم يجوا، كيف يزبطوا امورهم، لانه نحن ما بنعرف ظروف الناس وكيف رح يكونوا لحتى يقدروا يجوا يشرفونا بهالعزومة اللي حيكونوا متواجدين فيها معنا. وما تنسي انه بالنهاية هن عم بيلبوا دعوة لإلك، يعني جايين خصيصا لإلك، مثل ما انت عملتي لهم قيمة هن عاملين لك قيمة. كتير مهم كتير بهالطريقة انه نخبر جميع المدعوين والمعزومين عن وقت العزومة وقبل بوقت، ومستحب انه يكون اسبوعين ل3 عشان انت كمان تحضري حالك وتعرفي شو المتطلبات اللي عندك بالبيت وشو لازم تجيبي. هلا لتنجي للاكل اللي لازم يكون موجود بالبيت، لازم ناخد بعين الاعتبار كتير منيح الاطباق اللي بدنا نقدمها. كتير مهم انه ما نقدم اطباق صعب تتاكل، يعني مثلا ما تعملي سباجيتي وتعزمي عليها الناس، لانه حيكون في صعوبه بالتناول. لانه ما تنسي الضيوف جايين مش بس ياكلوا، حتى يحكوا، حتى ياخذوا يعطوا معك ويعملوا لك زياره لإلك وانت تقدري تشوفيهم. بقى انواع من الاكل مش رح تكون مستحبه لتعملي فيها عزايم، لانه في طريقه الاكل حتكون صعبه وهن كمان ما حيكونوا مرتاحين ولا انت تكوني مرتاحه. كمان الاكل اللي بيكون فيه شحوم او بيتاكل بالايد او شيء، نحاول شوي نبعد على هاي الشغلات، عشان ممكن حدا ما يكون مرتاح انه انت تحطي له بايدك او هو يحط بايدك. فنحاول انه قد ما كان نكون ضيوفنا مرتاحين قد ما فينا. خلينا نبعد على هالقصص انه لا ما تستحي وما في بيناتنا خجل وما في بيناتنا هذا الشيء، لا فيه، لانه صار في عنا طقوس معين لازم نتبعه على طاولة الاكل، وهو طقوس كتير مهم. كتير مهم انه نحن نكون مرتاحين بالعزومة اللي عاملينها، وكمان الشخص اللي جاي لعنا انه يكون مرتاح. هلا رح ندخل بالتفاصيل بعد شوي بالحلقات اللي جايه، انه شو هي الاشياء اللي بتتقدم قبل شو هي الاشياء اللي بتتقدم مع شو. ولكن بحب اعطي فكره عامه عن الموضوع، انه طبعا الاشياء البارده كثير مهم انها تتقدم بعد العشاء، بعد الفطور، او اذا جاي لعندك حدا عم بيشرب قهوه بنقدم الاشياء البارده والفواكه. هلا اذا حدا طلب قهوه مش مشكله انه يتقدم له قهوه مع الحلويات، ولكن المشروب البارد والفواكه يتقدموا، وبعد هيك بنقدم القهوه او الشاي مع الحلويات. كثير مهم انه ما نحسس الشخص الموجود عنا انه خلص صار بده يروح من بعد ما اكل، لانه بنشوف هيدي القصص بتصير، انه خلص تعبتي وكنتي عم تشتغلي طول النهار وحضرتي اكل ومش عارفه شو، فخلص صرتي تشوفي اي ساعه انه خلص انا عملت اللي علي وصار لازم الضيف يروح. لا، هذا شيء غير مستحب، بالعكس المفروض انك ترتاحي، المفروض تعملي او تاخذي بعين الاعتبار امتى حيجوا ضيوفك، لانه كثير مهم انك تكوني قاعده معهم على الطاوله وعم تخدميهم، لكن بمحل انت تكوني فيه مرتاحه. واخيرا بنقول انه دايما نتمنى انه ضيافه تكون شيء كتير حلو، نتمنى انه الضيف يكون خفيف وانت تكوني خفيفه على ضيفك. لازم نتقيد شوي بهيدا الامور عشان نحن نرقي من انفسنا. دايما بحب اقول انه هيدا هو ديننا، هيدي الاشياء اللي نحن تربينا عليها وهي هي اخلاقنا دايما اللي بتعودنا على الاتيكيت، ولكن الاتيكيت اللي هو بالانترناشونال لو او بالقانون العالمي للتعامل بنسميه الاتيكيت. بتشكركم كتير متابعينا ومشاهدينا الكرام، تحية كتير كبيرة لزملاء جوا الاستوديو. بتمنى هالفقرة نالت اعجابكم وبتمنى لكم بداية يوم سعيد.